كان نفسي حد يقولي من زمان قوي ان الهير كير روتين اللي قبل الشاور ما يقلش اهميه عن الهير كير روتين اللي بعد الشاور. بقيت استخدم دايما قبل الشاور روزميري اويل، وفرق جدا في شعري وصحته، وبقى شعري اتقل بكتير. بقسم شعري زي ما انتم شايفين، وبميك شور ان هو اتحط على كل حته في السكالب بتاعتي. التكستشر بتاعه كمان تحفه، بيدي كده اكسترا مويستشر قبل الشاور. وبعد ما بخلص بعمل مساج بالتول دي، بجد بتفرق جدا معايا. ده الروتين اللي قلت لكم انه فرق جدا في صحه شعري. وبعد كده بقسم شعري تاني، وبندي شعري بالسبراي بوتل دي، وبستخدم هير ماسك قبل ما اخش الشاور. كل شاور بستخدم هير ماسك مختلف على حسب احتياج شعري. النهارده انا بستخدم اولابلكس. برش كده بالسبراي بوتل، وبعد كده بحط الهير ماسك وبحطه على شعري من اوله لاخره، وبركز جدا على الاطراف، وببرم الشعر كده علشان اتاكد انه جه على كل حته في شعري. انا بقالي شهرين ماشيه على الروتين ده، وشعري طول، كان في شعر متقطع عند القصه طول جدا، وشعري تقل اكتر بكتير. وبعد كده بستخدم جريب سيد اويل من عند نفرتاري. الستاب دي بجد فرقت جدا معايا. وبعد كده بحط شعري كله في الكاب لمده نص ساعه. بعد كده باخد شاور عادي، وبختار البرودكتس على حسب احتياج شعري. هقول لكم في الفيديو الجاي ازاي بنقيهم. ودي بتكون الفاينل ريزلت، شعر فلوفي جدا من غير اي هيت او فوليومايزر.